تخيل تصحى في يوم تلاقي نفسك بتكش وتصغر والهدوم اللي كانت مقاسك بقت خيمة بالنسبة لك. ايه اللي ممكن تعمله لو بيتك اللي كنت بتحس فيه بالأمان بقى غابة مرعبة والقط بتاعك بقى وحش بيطاردك؟ هل الإنسان بقوته وعقله يقدر يواجه غضب الطبيعة لو بقى بحجم النملة؟ في يوم 2 مايو بيكون بول بيعوم على الساحل الفرنسي وفجأة بيحس بفقاقيع غريبة في المية وبيبص لفوق وعينه بتيجي على السحاب اللي بدأ يتحرك في دايرة غامضة ومقلقة. بول مش بيلاحظ إن الفقاقيع دي هي كمان بتعمل دايرة حواليه هو بالظبط وبتختفي بسرعة كبيرة. بعدين لما بيرجع البيت بول بيحاول يطبخ لكن بيكتشف إن حنفية المطبخ مش شغالة. بينزل البدروم عشان يشوف سخان المية فيه إيه وبتجري وراه بنته ميا عشان تكون معاه. بول بيكون حريص جدا وهو بيقفل الباب عشان يمنع القط بتاعهم توفو إنه يدخل وراهم. في البدروم بول بيبدأ يصلح في العطل في الوقت اللي بتكون فيه ميا بتلعب بلعابها فوق حوض السمك. بتطلب منه إنه يجيب سمك أكتر لأن ما عندهاش غير سمكة واحدة بس. لما ميا بتقرب عشان تناول بول عدة الشغل بتخاف جدا لأنها شافت عنكبوت، لكن بول بيرفض يقتله لأنه بيشوف إن العناكب مفيدة وبيطمن بنتها إنه مش هيأذيها. بيمسكها وبيهزر معاها كأنه وحش عايز ياكلها عشان يخليها تضحك وبيخليها تطلع فوق. وهو بيمد إيده عشان يجيب زجاجة عصير بيلاقي فضلات فيران ورا العفش. بعد العشاء إليس مرات بول بتشغل مزيكا وبترقص مع ميا في الصالة عشان تعلمها إن مفيش طريقة غلط للرقص. وبمجرد ما ميا بتنام إليس بترقص مع بول وبيقضوا لحظات خاصة وبيقربوا من بعض أكتر. في يوم 5 مايو بول بيصحى فجأة وبيكون حاسس بحاجة غريبة مش مريحاه. بيجرب يلبس قمصان مختلفة لكن بيكتشف إن كلهم بقوا طوال عليه شوية. بعد يوم شغل صعب ومجهد بيتعشى مع عيلته وبتطلب منه ميا إنه يقرأ ليها قصة قبل النوم. بول بيرفض لأنه تعبان جدا وبيوعدها إنه هيعمل كده بكرة، لكن ميا بتفكره إنه قال نفس الكلام امبارح وبتسيب الترابيزة وتمشي. إليس بتلوم جوزها على طريقته دي فبيضطر يروح أوضة نوم ميا عشان يقرأ ليها، لكنهم بيبدأوا يتخانقوا على حجم النيزك اللي في القصة. فبول مش بيكمل الحكاية وبيطلب من ميا إنها تنام. ولما بيكون بول خلاص هيمشي ميا بتنزل من على السرير وبتنام على الأرض وبتترجى أبوها إنه يلعب معاها لحد ما بيوافق. بول بيشيلها من رجليها وبيهزها شوية عشان يخليها تضحك قبل ما يرجعها السرير تاني. في يوم 7 مايو قمصان بول بتبان أطول وأكبر عليه أكتر من الأول وإليس بتسأل نفسها لو كان خس في الوزن. بول بيرد عليها بطريقة غلظة وبيقول لها إن خسارة الوزن مش بتغير طول الأطراف، وإليس بتشتكي من طريقته في الكلام قبل ما تبدأ تقلق لو جسمه بيمر بحاجة خطيرة. بول بيقرر إنه يروح للدكتور اللي بيعمل له فحص شامل وبيقيس طوله. بول بيتصدم لما بيسمع الدكتور بيقول 176 وبيشرح له إن طوله 180 من وهو شاب صغير. بعد ما الدكتور سأله شوية أسئلة بيستنتج إن دي مجرد علامات تقدم السن، لكن بول مش مقتنع وشاكك في الكلام ده. بعدين وهو في الشغل بول بيلاحظ إن الخوذة بتاعته كل شوية تتزحلق من على دماغه. بيتأكد أكتر لو كان خد خوذة غلط بس بيلاقي اسمه مكتوب جواها. في نص الليل بول مش بيعرف ينام وبيفضل يفكر في السحب الغريبة دي. بيقرر إنه يلعب رياضة عشان يتعب جسمه ويعرف ينام. إليس بتروح تطمن عليه وبتقنعه إنه يرجع السرير تاني. في يوم 20 مايو بول وهو بيستحمى بيلاحظ إن الدش بقى عالي عليه جدا وفجأة دبلة جوازه بتقع من صباعه وبيفضل يبص لإيده وهو في حالة صدمة. لما بيدخل المطبخ إليس بتكتشف إن جوزها بقى أقصر منها دلوقتي. المرة دي بول بيروح المستشفى عشان الدكاترة يعملوا له مجموعة تحاليل وأشعات من أول مسح شامل للجسم لحد تحاليل الدم. بعد كام ساعة الدكتورة بتقول لبول إن كل النتائج طالعة طبيعية جدا، مع إن طوله دلوقتي بقى 165 ووزنه 63 كيلو، وده معناه إنه خس 15 سنتي و10 كيلو في أسابيع قليلة. بس للأسف الدكتورة ما شافتش حالة زي دي قبل كده وما عندهاش أي تفسير، لكنها بتعتقد إن عملية الصغر دي مستمرة وهتفضل تحصل. بعد كده بيعمل فحوصات أكتر وبول مش قادر يبطل تفكير في تحاليل المستشفى والسحب الغريبة لدرجة إن الحاجات دي بقت بتطارده في أحلامه. لما بيصحى في المستشفى بعد كابوس تاني بيقرر إنه بيضيع وقته وبيمشي. وفي البيت بول بيبدأ يحس بحجمه بزيادة لأن رجليه ما بقتش تلمس الأرض وهو قاعد. كمان بيحس بانفصال عن عيلته وبيتجاهل مكالمات المستشفى. مع الوقت بيبقى صغير لدرجة إنه بقى شبه العروسة اللعبة وهو قاعد على الكرسي. إليس بتفكر إنهم لازم يعزلوا ويسيبوا ميا عند جدودها لحد ما يلاقوا حل للمشكلة دي. بس لما بتسأل بول عايز يروح فين بيرد بتهكم ويقول السيرك. وجود القط توفو المهدد بدأ يتعب أعصابه فقررت
قررت إليس تطلع القط بره وتقفل الباب المخصص للحيوانات. في يوم 30 يونيو بيوصل حجم بول لحجم الموبايل. القط توفو بيفضل يبصله من ورا الشباك وبيكون مهتم بيه جدا لدرجة إن المطر مش مؤثر فيه. لما إليس بتوصل ومعاها ناس عايزين يشتروا البيت وبتفرجهم عليه، بول بيترعب وبيجري يستخبى تحت السرير وبيكون مقهور وهو بيسمعهم بيتكلموا عن بيته الغالي كأنه مجرد سلعة. بعد ما الضيوف بيمشوا، بول بيزعق لإليس عشان ما قالتلوش إن فيه ناس جايين، لأن ظهوره قدامهم ممكن يكون خطر عليه. بيكون غضبان كمان إنها بتبيع البيت من غير ما تاخد رأيه، فترد إليس وتفكروا إنها لمحت للفكرة دي قبل كده. بول بيفضل يزعق ويقول إن ده بيته هو. فإليس بتضطر تفكره إن ما بقاش ليهم دخل مادي خلاص، ما بقتش عارفة تعمل إيه تاني لأن بول رافض يتعالج، وكلامها خلت أعصابه تفلت. بيقول إن العلاج ده للناس التعبانة، لكن هو صحته تمام ومش عايز يبقى فار تجارب في معمل مجهول. إليس هي كمان أعصابها بتبوظ، ولما بتزعق قوة صوتها كانت عالية لدرجة إنها كادت تطير بول من فوق الرخامة. بتعتذر له وبتجري تخرج بره البيت، ولما بول بيبص على الطرقة بيكتشف إن ميا شافت الخناقة كلها. في يوم 5 يوليو ميا بتحط بول جوه بيت العرايس بتاعها وهو بيجريها في اللعبة، وبيفضل يشكر في البيت وإمكانياته كأنه مبنى حقيقي، حتى إنه بيطلب من ميا تشغل مزيكا عشان يرقص مع العروسة. الموضوع ده خلى ميا تبتسم، ودي حاجة ما حصلتش من فترة. بعدين بتحاول تلعب معاه لعبة الوحش زي ما كانوا بيعملوا زمان، لكن صوتها وحركاتها الموجهة لجسمه الصغير كانت مرعبة ومفزعة جدا بالنسبة له. ابتسامة ميا اختفت فورا وبدأت تعتذر له. في الليل ده إليس مش عارفة تنام. لما بول بيقرب من السرير بتمد إيديها له وهو بيطلع عليها عشان ينام جنبها. في يوم 30 يوليو بول بقى حجمه بالكاد أكبر من سدادة الأزايز، وهو بيبني حاجة بخيط وصنارة صيد. القط توفو بيفضل يزق باب الحيوانات من بره لحد ما بينجح إنه يفتحه. بيدخل القط جوه وبيفزع بول اللي بيقع بالغلط فوق الصنارة، وبينتهي بيه الحال وهو مصاب. بالراحة كده بول بيشيل الصنارة من بطنه وبيقلع قميصه عشان يشوف الجرح، لكن ما بيقدرش يهتم بيه دلوقتي لأن توفو بدأ يجهز نفسه في وضعية الصيد. بعد ما بيمسك إبرة بول بيبدأ يجري بعيد وتوفو بيطارده. بيحاول بول يهرب منه بإنه يمشي جوه بيت العرايس، لكن توفو بينط من فوقيه وبيكمل المطاردة. بعدين بول بيوصل لباب البدروم وبيتدحرج تحته عشان يستخبى. للأسف توفو بيمد مخالبه تحت الباب وبيلطشه، وده خلاه يقع من على السلالم. بول بينزل بأمان جوه صندوق مليان زبالة، لكنه برضه بيغمى عليه. بعد لحظات إليس بترجع البيت وبتشوف القميص المتلطخ بالدم، فبتتوقع الأسوأ. في نفس الوقت بول بيفوق وبيبدأ ينادي على اسم إليس. بسرعة بتنزل لتحت وبتدور حواليها، بس ما بتقدرش تشوفه ولا تسمعه. توفو هو كمان بيجي وبيطلع صوت كأنه شاف فريسته، وده خلى إليس تلف حوالين نفسها. بتفترض إن توفو أكل جوزها وبتطرد القط فوق السلالم وهي بتزعق فيه. بول بيحاول يرمي حاجات حواليه وهو متعصب جدا إن محدش واخد باله منه. في نص الليل بول بيزهق من الانتظار وبيبدأ يدور على طرق عشان يعيش. في الأول بيقطع حتة قماش بمسمار عشان يغطي جسمه وشوية سلك بقوا حزام. بعدين بيبص حوالين الصندوق لحد ما بيلاقي خرم في الجنب، فبيخرج أخيرا منه. بعد ما بياخد الإبرة بتاعته بيبدأ يمشي في طريقه للشباك، لكنه بيتجمد في مكانه لما بيسمع حاجة بتتحرك في الضلمة. بسرعة الذعر بيسيطر عليه وبيجري بول عشان يتسلق لفوق منصة سخان المية. للأسف ما بيقدرش يستخدم الشباك لأنه متغطي بسلك منقور عشان الناموس. الماسورة بدأت تسرب مية تاني، فبيشرب شوية ويغسل جسمه وبالذات مكان الجرح. وبسبب خوفه الكبير من التحرك أكتر في الضلمة بينتهي بيه الحال إنه بينام تحت سخان المية. تاني يوم الصبح بول بيصحى على صوت مية وهي بتنادي عليه. بيجري للسلالم لكنها عالية جدا عليه ومش عارف يتسلقها، فبيفضل يصوت وينادي على اسم مية بس مفيش فايدة. وفجأة بيسمع صوت باب البيت وصوت موتور العربية، وده معناه إن عيلته مشيت. بعد كده بيدور حواليه على أي حاجة مفيدة وبيلاقي حتة طباشير بيستخدمها عشان يكتب اسمه على الأرض. الخطوة اللي بعد كده بيدور في المسافة اللي بين العفش والحيطة وبيلاقي نمل بياكل الجبنة اللي في مصيدة الفيران، بيزقهم بعيد بالإبرة بتاعته. بعد كده بيرمي مسمار على المصيدة عشان يحاول يقفلها. في الأول ما حصلش حاجة، فبول بيحاول تاني والمرة دي المصيدة بتقفل فعلا، ودلوقتي بقى يقدر ياكل كل الجبنة اللي هو عايزها. في اللحظة دي بيظهر عنكبوت فوقيه، فبول بيفضل يخبط بالمسمار على الحيطة كتير عشان يعمل دوشة، وده خلى العنكبوت يمشي. بعدين بول بيحاول يعمل فتحة في صندوق تاني باستخدام المسمار، لكن الموضوع منفعش. بيرجع لصندوق الزبالة وبيمسك حتة قماش ومعاها غطاء ازازة وبيملاه مية، وكده بقى يقدر يبل حتة القماش ويستخدمها عشان يطر الكرتون. ولما بيخبط عليه بالمسمار تاني أخيرا بيعرف يفتح فتحة.
الفتحة. بيدخل جوه وبيلاقي علبة كبريت، لكن ما بيقدرش يوصل لها لأن في حاجات تقيلة سد الطريق ومش عارف يحركها. بعد ما بيستخدم أستيكة عشان يسد الفتحة، بول بيحاول ينام. بيسمع أصوات فوق قبل ما النور يطفي، وبيفضل يسأل نفسه مين اللي موجود في البيت دلوقتي. في يوم 15 يوليو بول بيصحى على أصوات ناس في البيت. بيبدأ يصوت ويعمل دوشة بالمسمار ومشبك ورق، بيحاول بكل قوته يلفت انتباههم. الباب بيتفتح، بس الناس دي بتبص بصة سريعة بس جوه البدروم وبيمشوا. بول بينهار على الأرض وهو حاسس بالهزيمة، وعشان ينسى همه بيستخدم الإبرة وبيقعد يلعب في سدادة إزازة لحد ما العصير بدأ يسرب منها. بيملى كستبان خياطة بسرعة وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر وبيرجع. بيشوف العنكبوت وهو بيراقبه من فوق حوض السمك، ومن كتر السكر بيقول لعروسة مية إنه هيتصرف في الموضوع ده. بول بيتسلق لفوق حوض السمك هو كمان، والعنكبوت بيراقبه لثانية واحدة قبل ما يجري ويهرب. وبينما هو بيضحك على انتصاره، تفكيره بيشرد وداخل العنكبوت يرجع تاني ويزقه في المية. بعد ما بيفضل يبص للسمك، بول بيعوم لحد السطح، لكن بيلاقي العنكبوت مستنيه. بينزل تحت المية تاني وبيعوم مع السمك وهو مستني العنكبوت يمشي. بعد لحظات بول بيرمي شوية من أكل السمك جوه الحوض وبيقرر يدوقه هو كمان، بس طعمه بيطلع مقرف جدا. في الليلة دي بول بيكون راجع بعد ما ملى الغطا بتاعه من سخان المية، وبيلاقي العنكبوت مستنيه تحت حوض السمك. الكائن ده بيبدأ يقرب منه، فبول بيطلع الإبرة بتاعته وبيفضل يلوح بيها في الهواء عشان يبعد عدوه عنه. بينجح إنه يخبطه رجليه كام مرة، لكن العنكبوت رافض يستسلم. بول بيجري يستخبى ورا رجل واحدة من العفش، والعنكبوت بيحصله فورا. بيفضل ينغزه بالإبرة كام مرة لحد ما بيبعد، لكن العنكبوت بيتسلق الرجل الخشب ويحاول يهاجم عليه من فوق، فبول بينغزه نغزة واحدة قبل ما يجري يهرب. دلوقتي المطاردة بتكمل تحت العفش، وبول بيتكعبل في الكابلات وبيقع. العنكبوت بيطلع فوقيه، فبول بيحاول بكل قوته يدافع عن نفسه. لما بيشوف شوية نشارة خشب، بيمسك واحدة منهم وبيطعن عين الكائن ده لحد ما بيبعد عنه. ولما بول بيصوت فيه، بيجري العنكبوت يستخبى. بعد كده بول بيقدر يعمل فتحة جديدة في الصندوق، وبيوصل أخيرا لعلبة الكبريت. بسبب إن جسمه الصغير ما بقاش قوي، بيحاول كتير بكذا عود كبريت لحد ما أخيرا بيقدر يولع نار. ودلوقتي بقى يقدر يعمل نار صغيرة تدفيه. بيقعد ياكل جبنة وهو بيكلم عروسة مية، وبيطلب من العروسة توصل رسالته لمية لو شافتها تاني. مع مرور الأيام، بول بيحاول يحافظ على صحته بإنه يلعب رياضة وياكل جبنة وينام جوه الصندوق. في يوم 20 يوليو بيسمع دوشة وبيجري على السلالم عشان يشوف راجل نازل لتحت. بيحاول يصوت ويشاور بإيده، لكنه بقى صغير جدا لدرجة إن صوت الراجل وخطواته بقت مرعبة وجبارة بالنسبة له. حتى والراجل بيتكلم بصوت طبيعي، بيسد ودانه بإيده وبيجري يستحبى لورا السلالم، وهو بيعاني من صداع رهيب خلاه يعيط على الأرض. لما الراجل بيمشي في الآخر، بول بيخرج وبيكتشف إن السمكة ما بقتش موجودة، وكده هو بقى وحيد تماما. في يوم 2 أغسطس، في ناموسة بتدخل البدروم من الشباك وبتفضل تبص لبول لكام ثانية، وده خلاه يستوعب إنه بقى تقريبا في حجم الحشرة. لما الناموسة بتطير بعيد، بول بيسأل نفسه لو كان حجمه ده ممكن يساعده إنه يعدي من سلك الناموس اللي على الشباك. بيبدأ يتسلق العفش، والموضوع ده بياخد منه وقت طويل جدا ومجهود كبير. في النهاية بيوصل للقمة وبيجري بأقصى سرعة عنده عشان ينط من على الحافة وينزل على الطوب. ودلوقتي بقى يقدر يمشي ببساطة على الحيطة عشان يوصل للشباك. لما بيقابل شبكة عنكبوت، بيكتشف إن العنكبوت لسه عايش هناك. بيتحرك بحذر عشان ما يهزش الشبكة، لكن للأسف كوعه بيلمسها بالغلط، وده كان كفاية إنه ينبه العنكبوت. الكائن بيبدأ يطارده فورا، وبول بيوطي راسه وهو مستعد يقبل بالنهاية. وهو بيعيط، بيوصل لحالة من الرعب خلته يفقد السيطرة على نفسه ويبل هدومه من الخوف. العنكبوت بيفضل يبصله بتعجب لحد ما في دبانة بتتحبس في الشبكة، وده خلى العنكبوت يسيب الراجل ويجري على شبكته عشان ياكل. بول بيكمل مشي، وبعد مجهود بيوصل أخيرا للشباك، ولكن لما بيحاول يتسلق من خلال السلك، بيكتشف إن جسمه لسه كبير شوية ومش عارف يهرب. في يوم 7 أغسطس، بول بيصحى مفزوع على نملة بتقرصه في رجله. بيرفسها برجله عشان يهربها، فالنملة بتقع في شبكة العنكبوت بداله. في نملة تانية بتهرب فورا من خلال السلك، وأخيرا بول بيبقى حجمه صغير كفاية ويمشي وراها. بيتحرك بسرعة وبيهرب من العنكبوت في آخر لحظة. بيفضلوا يبصوا لبعض، وبول بيسأل نفسه لو كان العنكبوت دلوقتي حاسس بالوحدة. بعد لحظات، بول بيبقى ماشي في وسط الطبيعة. النجيل بقى عالي جدا عنه، ونقط المية بقت ضخمة بالنسبة لحجمه. نسمة الهواء اللي عملتها فراشة طايرة بتلمس وش بول برقة، وبيفضلوا يبصوا لبعض كام
كام ثانية قبل ما الفراشة تطير بعيد. بعدين بول بيبص للنجوم وبيفكر في ميا اللي بتكون في نفس اللحظة بتبص هي كمان للنجوم. الفيلم ده بيعلمنا إن قيمة الإنسان مش في حجمه ولا طوله، لكن في إرادته على البقاء. بول رغم إنه بقى في حجم الحشرة إلا إن عقله وقلبه فضلوا متعلقين بعيلته وبالحياة، وقدر يتعايش مع عالم جديد محدش كان يتخيل إنه ممكن يكون جزء منه. العالم كبير ومليان أسرار، بس مهما صغرت المسافات أو زادت التحديات خليك دايما أقوى من مخاوفك، بالظبط زي ما بول واجه الموت عشان يشوف النجوم بعيون جديدة. أقوى ملخصات الأفلام المثيرة والغامضة مكانها هنا وبس في عراب الأفلام. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان توصلك ملخصاتنا أول بأول.